انا بس عايزه اوضح لحضراتكم موضوع. هو انت بتقول ان انت راجل قوي وهتدفع 300,000 وهتطلع تدفع 400,000، يعني انت ما قتلتش بنتي وخطفتني؟ اسالك سؤال قدام العالم ده كله، انت ما قتلتش بنتي وخطفتني؟ يعني في محضر وفي تقرير طبي وفي اعتراف بصوتك، هسمع حضراتكم. عايز اصلح اللي انا عملته ده، عايز عين السجن، عايز عين السجن بقى. المرض ده ربنا يشفيك واروح اعالجك. عايز اعمل الحاجات اللي انا بوظتها، عايز عين السجن دوت عشان ضميري، عايز اشوف المرض دوت. ما تحرمنيش ان انا ربنا يسامحني، هو ربنا مش هيسامحني على الذنب البنت اللي اتقتلت ديت. ربنا مش هيسامحني على البنت اللي اتقتلت دي. انت لو كنت ذكر وراجل ما كنتش قتلت بنتك. طب لما انت بتجيب فيلل وعربيات، انت ليه قطعت بنتك حتت؟ امال بقى لو تخيل الناس عرفت الحاجات التانية اللي انت بتعملها غير الشم بقى، الحاجات اللي انت عارفها التانية دي اللي هم لو كشفوا عليك هيلاقوك بتعملها. ها اقول ولا خليهم لما يكشفوا عليك؟ خليك كده وانت في النيابه ويبقوا يكشفوا عليك، يبقوا يشوفوا الحاجات التانية، ده غير المخدرات طبعا. الحاجات التانية بقى ربنا ما بيدخلش اتنين الجنه. حاجه انا مش عارفه اقولها على الهوا، حاجه تانية برضو موضوع تاني. ما هو خلاص الناس فهمت يعني ايه مش كامل الرجوله. اكشفوا عليه، خلي النيابه العامه تكشف عليك، تشوفك كامل الرجوله ولا لا، تشوفك بتروح تعمل ايه بعد ما بتشم انت والجروب. والله انا ما بقيت خايفه من حاجه، والله انا ما بقول الكلام ده علشان اي حاجه، بس هي دي حقيقه سعد الصغير. المره الجايه بقى يا سعد، المره الجايه بقى انا هقول انت بتعمل كده مع مين. المره الجايه انا هقول انت بتعمل كده مع مين. ابعد عني، مالكش دعوه بيا. بدل ما هقول انت بتعمل اللي انت فاهمه مع مين، والله هقول وحياة رحمة بنتي هقول.